درت لكم اخواتي وصفه رائعه، وصفه زوج في واحد. ممكن تطبقيها على شعرك وفي نفس الوقت حتى على وجهك. كتخلي الشعر لامع وقوي وجميل وما كيبقاش يطيح وكيولي صحي. وكذلك بالنسبه للبشره كتخليها مشدوده وبيضاء ناعمه، وكتحافظ على البشره من كتحيد التصبغات ديال الشمس، خصوصا حنا في الصيف. ما كتخليش ديك الاسمرار ديال الشمس، وكتخلي البشره رائعه ورطبه وجميله. كنتمنى تبقاو معايا لاخر الفيديو باش تعرفوا المكونات اللي غنضيف في الاخر. هنا عندي 2 معالق ديال الروز، كيف ما كان الروز النيلو او الروز اللي كنطيبوه مع الحليب. هنا عندي 2 معالق كبارين، كذلك 2 معالق ديال زريعه الكتان كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف ليهم كاس ديال الماء كبير، تقريبا 250 ملي ديال الماء، وغادي نشعل عليهم البوطه وغادي نغطيهم في الاول باش دوك الزيوت الطياره ما تمشيش لينا. ملي نحسوا بالروز طاب غادي نحاولوا نهزوا القفله من الجنب باش ما يفايتش لينا الروز. كيف ما كتشوفوا العناصر ديالنا طابت وطلقات هذاك الجيلاتين ديالها رائعه وكتشهي. ممكن تاكلوا وديروا استعمال داخلي هاد الوصفه هذه. غادي نجيبوا الميكسور ديالنا وغادي نوضعوا الوصفه ديالنا في الميكسور. غادي نضيفوا لها 2 معالق ديال زيت زريعه الكتان، و2 معالق ديال صغار ديال زيت الكوك. اللي ما عندوش هاد الزيوت ممكن يكتفي بزيت العود او لا زيت الحبه السوداء او زيت اللوز، اي زيت عندكم توفر. هنا غادي نضيف تقريبا 3 المعالق لهاد المكونات، لان الوصفه شي شويه عاقده وثقيله ما غاديش تدور بسرعه. هنا غادي نفرغوا الوصفه ديالنا في هاد الوعاء. انا هنايا خدمت يديا لان الوصفه لصقات ليا في الميكسور، بديت نحيدها باش تجيني سهله. كيف ما كتشوفوا الوصفه عاقده. غادي نضيف لها هنايا 2 معالق كبارين ديال العسل. في الحقيقه اخواتي هاد الوصفه راه مغذيه جدا للشعر والبشره. هاد الوصفه هذه يعتمدوها الهنود بزاف لشعرهم والجمال ديالهم. غادي نخلطوا الوصفه ديالنا مع العسل اللي ضفت في الاخير، وهنايا غتجيو معايا نطبقها على شعري. ممكن تضيفوا لها تمح ديال بيضه صفر الا كان الشعر مزيت. الا كان الشعر ناشف، كان الشعر مزيت غتضيفوا البيضه كامله. انا ما درتش البيض، اكتفيت بالعناصر اللي ذكرت لكم اللي شفتوا معايا في الفيديو. هنا غادي نطبقها على شعري. الوصفه رائعه وكتحطوا على الشعر كتمشي فوق الشعر، سهله للتطبيق. بالنسبه اللي شعرها طويل غدير الوصفه كامله، اللي شعرها قصير غتقسمها على 2 وتخليها مره اخرى وغديرها. هنايا من بعد ما ساليت شعري غادي ندير اللي باقي، غادي نديرو لوجهي وحتى ليديا. من بعد ما غسلت هنا الشعر قبل ما ندير الوصفه، من بعد ما درت الوصفه هنايا راه ما مصاوب ما حتى شي حاجه، شفتو عادي كيف ما كتشوفوا.